مثل للفشل في الغربة. تصدق والله انت عندك حق ان انا اكبر مثل للفاشلين في الغربة. بس تعالى اقول لك على حاجة، انا عامل شوية مكرونة بام الخلود، عارفها ام الخلود؟ تاكل صوابعك وراها. فشل بقى ليه بقى؟ قول لي ليه انا فاشل؟ عشان يعني بقى لي 16 سنة في ايطاليا لسه شغال عامل؟ طب ما دي ارزاق يا حبيب اخوك، دي بتبقى ارزاق. صلي على النبي. انا دلوقتي راجل فتحت بدل المحل اتنين وما حصلش نصيب. هقعد في الدار واقعد اولول واقعد والطم؟ لا يا عم، اطلع اشتغل اشوف لهم اكل عيش. مش قادر اكفي داري؟ لا، عندي بيت وعندي بنتين اتنين وبربيهم وعايشين احسن عيشه، بياكلوا احسن اكل وبيلبسوا احسن لبس. ما عنديش بيت في مصر؟ لا، عندي بيت 4 ادوار في مصر وعندنا ارض. فاشل في إيه بقى؟ انت تعرف ان انت بتقول عليه فاشل ده اتعرض عليا قدام ناس كتير هنا في ايطاليا اللي هي تشاركني وتديني فلوس اللي انا افتح مشاريع، قلت لهم لا. الفشل الصحيح يا حبيب اخوك اللي واحد زيك كده قاعد نايم على ظهره يخش يكتب لواحد بتاع زي ده، يا عم انجح. الفشل الحقيقي اللي انا اروح اقول لحد اديني ما اكل، اللي انا اروح امد ايدي لحد. انما الرزق انت رزقك كده، ده من عند ربنا. من عند ربنا. رزقك كده، رزقك اللي انت تبقى كده. فاهم؟ فانا مش فاشل يا صاحبي، ولا عمري اكون فاشل. لا بالعكس، عمري ما اديت ايدي على حاجه حد. عمري ما اتمسكت وانا بعمل حاجه غلط. طول عمري باكل لقمه عيش بالحلال. ماشي يا عم النجم. فعلا انت فاشل بقالك 16 سنه وعلى كلامك عايش باليوميه. على النعمه انت اكتر ناس بتاخده من المظالم. هو انا ممكن ما اطلعش كل يوم ماسك باكو فلوس زي دي كده واكتب زي ما الناس بتعمل؟ احنا بالنهار مفشوخين وبالليل مبسوطين. هو انا ممكن كل يوم ما اروحش اقف جنب عربيه شكل وصار جنبها؟ هو انا ممكن كل يوم ما اروحش في محل شكله يقول لك المحل ده بتاعه والشركه دي بتاعتي؟ بس انا راجل بطلع اقول الحقيقه. وبعدين ايه عايش باليوميه دي؟ انا راجل هنا شغال في شركه ومتسجل ومعايا عقد مفتوح وبيدفع لي ضرايب وليا تامين، واللي هنا في ايطاليا عارف يعني ايه شركه بالحوار ده، ومع طلاينه. يعني انا مش عايش باليوميه. اقسم بالله ما حد بيعمل فلوس من الغربه الا من الحرمان. يعني سيبك من اللي بيطلع يتصور وماسك باكو فلوس، سيبك اللي بيطلع يحور، كل ده كدب على الفاضي. هنا اللي بيعمل فلوس في اوروبا من الحرمان. وبعدين ما فيش حد فاشل يا حبيب اخوك، ولا حد بايظ يصحى الساعه 5 الصبح يروح على لقمه اكل عيشه. في حاجه اسمها رزقك. وبعدين انا محاول مره واثنين وثلاثه وفتحت، ماليش نصيب، ماليش يعني ربنا مش كاتب لي الحاجه دي، هعيط. الفشل الحقيقي اللي انت بتقول عليه اللي انت تبقى قاعد كده حاطط ايدك على خدك وتقول انا مش شغال. الفشل الحقيقي اللي انت تنيك سهران طول الليل وتصحى الصبح متاخر وما تروحش شغلك، دي الفاشل. انما مفيش حد فاشل بيصحى الساعه 5 الصبح ويقول يا رب توكلت عليك ويطلع ياكل لهم اكل عيش بالحلال. فبطلوا هري. صفحتك ال 8 مليون رجعت يا سويس. ده طارت خالص. صباحكم عسل وهنبدا يومنا بالصلاه على النبي. بما ان انا بقالي كتير ما بروحش افطر على البار قرص ترب ولا شحباتشينو ولا تفه قهوه، فانا عملتهم في الدار. ليه بقى؟ لان قرصه الترب بدل ما كانت ب 90 قرش وبجنيه بقت عامله جنيه و30 قرش، وتفه القهوه بدل ما كانت بيورو بقت عامله يورو 20 قرش. فانا ليه يا عم اروح على البار كل يوم وامشي المشوار ده؟ وانا ممكن اعمله شويه لبن بط او لبن جوز خالت اي حاجه، وتقوم عامل لك كوبايه قهوه وتقوم جاي مزودها كده. هما بيعملوا في البار كده. عملت لك كوبايه قهوه بلبن البط ومعاهم قرص التراب وهتاكلهم وهتقول الحمد لله في قلب الدار. هم كلهم على بعضهم اصلا بيجيبوا بوف الزعبون، بيجي عليك على الدهريه ركبك بتخبط على بعض. تاني حاجه، حوار الصفحه ال 8 مليون ما هياش راجعه تاني، ولو انت دخلت تبحث عنها هتلاقيها اتمسحت من على التيك توك. بس تاني الحمد لله فاضل لي 250,000 واكمل 3 مليون اخ واخت. فانت لو بتحبني في الله تعالى سقي معايا. سلام. بطاطس. جمعة مباركة. صلوا على النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي. أحلى بطاطس في الدنيا حبيبة أبوها. لا السنة الجاية تروح سنة أولى ابتدائي يا جدعان.